عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي استودع الإسلام في يد الفتى، والصلاة والسلام على خير الهدى وعلى آله وصحبه ذوي التقى. قال الله تعالى في سورة آل عمران برقم آية 10 و100: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. الاحترام والمحترم إلى لجنة التحكيم الذي قد أعطانا فرصة غالية لنخطب بين أيديكم تحت الموضوع واجبة الشباب المسلم. أيها الحاضرون المحترمون، ينبغي على الشباب المسلم اليوم الحصول على أكبر قدر ممكن من العلوم والمعارف والثقافة، لأن الأمة لا تتنافس فيه بأجسامها أو سعة أرضها أو كثرة أموالها، بل إنها تتنافس بسعة علمهم وجودات ابتكارهم. إخواني في الله، يعلموا أن حماسة الشباب في التعلم العلمي يؤثر في زمان المستقبل بين الصلوح والخبث في الدين والدولة. لماذا كذلك؟ لأن الشباب كما قال مصطفى الغلييني: إن في أيديكم أمر الأمة وفي أقدامكم حياتها، فلذلك لا تنسونا على واجباتكم، لا سيما نحن الشباب الدولة الأشي. هذه الدولة دولة ميراث العلماء والأولياء والشهداء، لا تضيعوا أوقاتكم بما لا نفع فيه. هيا بنا نفكر إلى أين نحمل هذه الدولة والدين، ومن يتولى في هذه المسألة. لو غرقنا في البحر الظلي نزلزل في أمواج الحقارة، لنعلم إلى أين نرسو وإلى أين نعرج. فلذلك هيا نتعلم بالاجتهاد. كونوا رجلا قدمه تحت الجبل وهمه في السماء، لا تنسونا ما وجب علينا يا شباب. إخواني في الله، انظروا إلى الشباب الدولة فلسطين، كيف حمساتهم لمدافعة الدين الإسلام، وكيف حمساتهم لمدافعة الأقصى، ولو كان حياتهم تحت استعمار إسرائيل وهم لا يبالون إلى أجسادهم وأموالهم، ولكنهم يبالون إلى دين الله، دين الإسلام. فلذلك استعملوا شبابكم لوصول الفوز عند الله تعالى. علينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهتدين، وعلينا بسنة العلماء العاملين الراسخين، لأن التقوى مدار السعادة في الدنيا والآخرة. واغتنم كثرة العلوم النافعة خفافا وثقالا. كونوا أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران في رقم آية 10 و100: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. إخواني في الله، أنتم مستمرون جهاد رسول الله في المستقبل، أنتم مرشحون العلماء في المستقبل، وأنتم أيضا موجهون الدولة والدين في المستقبل. فلذلك استعدوا أنفسكم لزمان المستقبل، والنتيجة كونوا شباب الأحسان لدولتكم ودينكم، ولا تنسونا ما وجب عليكم كشباب المستمرين جهاد رسول الله.
صلى الله عليه وسلم. ربما هذا فقط منا. شكرا كثيرا على حسن اهتمامكم. فالخطأ منا والصواب من الله. آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.